يعني انت عايزين نعلي الريتش؟ بقول احنا عايزين نكبر القناه. انت بتعملي مقلب بجد؟ لو بتهزري قولي لي عشان خلاص والله العظيم. يا بنتي اقوم اضربك يا بنتي. مقلب اللي بعمله يا بنتي؟ بقولك ركزي في الكلام. تبقى مصيبه لو هو مش مقلب. يعني انت عايزه قناتنا تفضل زي ما هي كده؟ ما تفضل يا ست. طب ما تضحكي مع ماما كده وتعملي فيديو عادي. اهو قالت لك اهو عادي، ايه المشكله يعني؟ انت مالك انت اصلا؟ ما تدخليش في الكلام مستحيل كده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتخبطي اختك؟ بتخبطي اختك عشان هي بتقولك يعني اسمعي كلام ماما؟ تعالي هنا بكلمك. انت يا بنت. جمانه دخلت وسابتني بتكلم. والله هي ما كانتش تعرف اصلا انا بصور. هي عارفه ان انا محضره الكاميرا وعايزه اعمل الفكره وعايزه ادي الاداء بقى ويلا ونحضر مع بعض وكده. وانا كنت عايزه اختبرها لما كانت على طول تنتقدني لما كنت بنزل فيديو، تقعد تقول لي يا ماما اصل الناس هتقعد تقول عليكي ايه اللي بتقوليه ده، ومش كله كده، اصل مش حدش يعني الناس هتقعد تتريق عليكي والكلام ده. وما كانتش مقتنعه بالنصايح. يعني كل ما اقول حاجه لا 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 مش مقتنعه. على طول كانت على طول جمانه مش عاجبها اللي انا بقوله. فحبيت اشوف دماغ بنتي. طب انا لو انا قلت لها تعالي نعمل حاجه كده هتقول ايه؟ كان ده رد فعلها. لازم نختبر ولادنا في حاجات حقيقيه، نشوف احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط، نشوف احنا تايهين عن ولادنا ولا كده. اساس الحياه ولادنا مش احنا. مش ان انا اقعد ادي الناس نصايح وانا بيتي بايظ او محتاج النصيحه. لازم نقعد نختبر ولادنا وفي حاجات حقيقيه. وهو جات لي الفكره في ساعتها، طب لو انا قلت لبنتي عكس مبادئي بنتي هتعمل ايه؟